شوف اخويا اللقطه هذه وقول لي واش جاتك انت عاديه؟ حكيمي مخلي الجول هنا وناثر الكره هنا، اشنو بتقول لي زعما فلتت ليه لا داكشي الكره؟ عقلي بغى يحبس اخويا. شوف اخويا اللقطه، شوف في هذه اللقطه هذه بالضبط عرفت بلي المنتخب المغربي ما غاديش يربح الماتش. تقول لي علاش؟ حنا كاملين عارفين القانون الجديد، الا شي لاعب دوى بحال هكا مع اللاعب ديال الخصم 100% حمراء. تخيل ما ديمبيلي هنايا كون دار اقل رده فعل. هما حنا اصلا عارفين المنتخب الفرنسي باللي واحد المنتخب اللي ميكروب، كون دار اقل حركه بوجه خايبه كان يرجع للفار كان يعطيه حمراء. فرنسا ربحتنا ب2-0 او بي فينا مالك اللعب تاع هولندا وداك اللعب البرازيل وشي لعابه خارجين تيضحكوا. الناس هنا تموت، الطبيعه خسرتنا حنا، الماكله ما عادش غناكلوها وانتم تضحكوا. ما فهمنا حتى حاجه اخويا. واش الكره اللي مسكونين بها حنا ما تخليونا حنا نكونوا نشطوا فيها؟ جات فرنسا تات كلشي، حتى الكره ما تجانا حتى هي ما يمكنش. بزاف اليوم ما كاينينش نتوما. اقسم بالله عمرني نعاود نتفرج في المغرب مع فرنسا، والله ما عمرني نعاود نتفرج في المغرب مع فرنسا. مسرحيه وغتبقى دائما، فهمتي؟ تجي تقنعني بالله هذيك هي الروح اللي لعبوا بها المغاربه مع هولندا. واش هذا هو ستيل ديال المغرب، ستيل دو جو كوليكتيف؟ واش هذا هو اللعب الجماعي ديال المغاربه اللي فيه ديك الكرينطا والشدان والقميش والدمايات؟ اللعابه ديال العالم كامل خسروا ولا تقصاو من المونديال مشاو كيبكيو. نيمار مشى كيبكي، مودريتش مشى كيبكي، كريستيانو رونالدو ما خلى ماده ومشى كيبكي، محمد صلاح مشى كيبكي. راه ما وريوني شي فرقه في الاخر خسرات وما مشاتش تبكي، كلشي مشى كيبكي، كلشي كاب فيرديا مشات تبكي كامله. الا هاد السيد هذا ما فهمتش اخوتي علاش، واش جار بينا الحصيره؟ احسن حاجه في هذا الماتش الربح الوحيد اللي ربحناه هو المغاربه عرفوا باللي كاينه شي حاجه، حيت كاين اللي تيسحب ليه باللي ما كاين والو، الامور عاديه، والمغاربه خاصهم يعرفوا بانه كاينه شي حاجه. نفس الصحافه نفس الناس اللي كانوا تيقنعوك بانه المغرب ممكن يدي كاس العالم وتيبينوا ليك القوه ديال المغرب الهجوميه والدفاعيه وفي وسط الميدان والامكانيات اللي عندنا، هما اليوم اللي غيحاولوا يقنعوك باننا ضعاف وبان فرنسا قويه بزاف وبانه واحد الغول اللي هو كبير وبانهم غيتفوقوا علينا تكتيكمون فيزيكمون وفي بنك البدلاء. الناس اللي كتقول ان هذا الماتش ما دخلتش فيه السياسه، اقسم بالله الماتش داخله فيه السياسه. الماتش مبياع اخوتي، الماتش فيه كولاسه. هذا الماتش هو اكبر مسرحيه. واش هذا هو المنتخب اللي وقف البرازيل هنا؟ واش هذا هو المنتخب اللي ضرب هولندا؟ واش هذا هو المنتخب اللي خدا كاس افريقيا؟ الصراحه اخوتي هذه اكبر مسرحيه. ما عجبتنيش هذه اللقطه هذه من حكيمي، وكنظن ان كلشي متفق معايا وكلشي عنده نفس الراي. ما كنظنش ان شي لاعب غادي يتقصى المنتخب ديال البلاد ديالو من بطوله كبيره، سواء كاس افريقيا، كاس العالم، كاس اوروبا الى اخره، وغادي يبدا يضحك بهذا الشكل هذا فاش تسالي الماتش. هذا الشيء كيبين التهاون ديالك وقله المسؤوليه داك القميص اللي هاز. دخلنا عليك بالله دابا هذا اللاعب ديال المنتخب، هذا هو اللاعب ديال فرنسا. فرنسا شي ماشي مع فرنسا ديال باراغواي. فرنسا باراغواي شنو فيه؟ الحرب نايضه، الحرب باراغواي اش كدير؟ مقاتله اللعابه بشويه. عطيني غنتفرج فيك، عطيني غنتفرج فيك. ودري واش داير ديفونس، اش غنديرو بالديفونس؟ شنو هو الربح؟ واش ماركي تمشي للبوطو تقصد البوطو؟ فين هما اللعابه اللي يقصدوا لك البوطو؟ رايحين يدخلوا الدوزيام ميطا. ديما تيقول لك ايكيب كي كان با تشونجي. واخا بلاش هذا اللعب اللي درنا حتى فينا هو لعب. حكيمي واخا نكونوا خويا خارجين من دوره رمضانيه، خويا ما ديرش بحال هكا. والقائد اللي درتي ياك اخويا مولف، ياك اخويا مولفتي البطوله اللي شاركنا فيها نخرجوا من ولا اخويا خاصنا كابيتان. لا واش دابا هذا المنتخب هذا واش كيستحمرنا حنايا ولا؟ مني بدات البطوله هو كيلعب مزيان وكلشي كيهضر عليه حتى وصل لفرنسا. اش داك اللعب؟ دري صغير تجيبو عنده 4 سنين 5 سنين يقول لك اش هاد اللعب هذا اللي دار المنتخب هذا النهار؟ القضيه فيها ان كاين تما البيع والشراء، وانا اتحمل كامل المسؤوليه. كاين البيع والشراء تما، ما كاينش كيوصلوا لفرنسا. وديما بقى يوقع لكم هادشي مع فرنسا، فبقاش ما وصلتوا لفرنسا بقاش تبيعوا لها الماتش.